واصعب حاجه لحد بيمر بفتره صعبه ان حد يجي يقول له اقبل بالوضع اللي انت فيه، بتترجم على طول ارضى واستسلم وارضخ، في حين ان القبول مش كده خالص. القبول فكرته ان انا اعترف بالموجود زي ما هو موجود. ما هو انا ما اقدرش انكر حاجه موجوده. القاعه انا موجود، ما دام في كائن موجود ما ينفعش اغمي لا انا مش شايفك، ما خلاص ده اللي موجود. فازاي بقى اتعامل معاه؟ المشكله ان احنا اول ما بنقول ده في كذا موجود خلاص بقى اول حاجه الصراعات، واشهرها اشمعنى انا؟ ليه انا اللي امر باللي بمر بيه ده؟ ما الناس عايشه زي الفل. طب انا هل مثلا انا متعاقب مثلا؟ هل انا ذنوبي هي السبب؟ طب ما انا ست بتقي الله يعني ده انا بالعكس، ده انا مستنزفه حياتي ونفسي مع الناس اللي حواليا، كمان انا اللي اتعب والناس التانية عايشه حياتها. فدي كلها صراعات بتظهر كده. فالاسهل ايه؟ نغضب، نرفض، ننكر، علشان في الاخر الدنيا تعدي، الدنيا تمشي، عشان اعرف اعيش. مش عارف اواجه افكاري، مش عارف اتكلم معاها. فالاساس انه علشان اقبل وبرضه اتكلم مع افكاري عادي.